مين رجل المباراه بالنسبه لك النهارده؟ والله هم كلهم لعبوا كويس، يعني سواء في خط الدفاع ياسر وحمدي لعب كويس. بس مين اكتر حد كده تديله جايزه رجل المباراه؟ ويعني انا ممكن اشوف ياسر والشناوي كان كويس طبعا، بس هو كده عليه انتقادات كتير الفتره اللي فاتت، بس اثبت نفسه النهارده الى حد ما. هو كده حارس كبير، انا ما شاء الله كده يعني هو كده حارس كبير، والفرق بينه وبين البودلة كبير يعني. بس هو زي اي لعيب كمان، زي اعظم حراس جون في التاريخ، كان عدى بمرحله فترات حلوه زي امام مثلا. امام نازل مش فايق، مش يمكن موجود. لسه بدنيا ما رجعش بالظبط، ده يدل ان هو لعيب ضعيف؟ لا طبعا لا. فالرجاله كلها كانت حلوه، لا كلهم ما شاء الله كانوا كويسين. مدرب طبعا يعني كابتن حسام ما فيش عليك ده برضه يعني، سيبك. لا بالعكس الناس كلها، بس انا عاجبني جدا قراراته، يعني ما بيمشيش حسب حلوه الناس. بس في اولويات، يعني اولويه مثلا ان انا اسيب مرموش واطلع تريزيجيه. انت مش ضعف من تريزيجيه، بس انا محتاجه في الماتش. انا كده بلعب بمرموش وصلاح في اول ماتش سترايكر عشان ما يحصلش ضغط عليك. بالظبط. مين يعني صلاح؟ احنا شفنا الشوط الثاني طبعا، احنا في نص ملعبنا تقريبا ما طلعناش غير بكوره او انت ناقص واحد، هم ضاغطينك. كورتين بتطلع بصلاح. صلاح مش الكره اللي ادالت تريزيجيه الناحيه الثانيه دي، وتريزيجيه مش عارف يعمل بيها ايه. انت عايز حد في الواحد على واحد يشيل الضغط عليك في الدفاع، ويسحب معاه عدد اكبر من اللعيبه. انت كان بيتشاط عليك من المدافعين عندهم. انت صح، بس يمكن وجهه نظر، وهو يعني هناك برضو ممكن يكون اللعيبه وقعت بدنيا. خلي بالك انت الماتش احنا ما كناش قاعدين في الاوضه بتاعت بس على الورق فعلا لازم تسيب حد عشان ينقل لك. لازم اسيب حد مع صلاح. صح يعني خلاص انا سبت صلاح، ده حاجه طبعا كده وما يطلعش يعني. انت عندك حق، بس ممكن زي ما بقول لك ممكن يكون واقع بدنيا، لانه طول الوقت صلاح ومضغوط، بس ما اعتقدش اللي مرموش هيقع. يعني لو احنا بصينا على لعبهم مش مرموش اللي هيقع وتريزيجيه اللي هيفضل. ممكن انت برضه وجهه نظر فعلا بالظبط، بس الحمد لله. وبعدين اللي انا بقى عمال اطلع في الوينجات اللي انا بلعب بيهم، يعني زيزو طلع وتريزيجيه طلع في الدقيقه 80. انا عملت ضغط زياده على خط النص اللي اصلا كان تعبان يعني. حتى مهند لاشين نازل مش فايق، بتوفيق ربنا طبعا. توفيق اول حاجه طبعا يعني كل حاجه، اول حاجه بس فنيا برضه انت يعني هو ده مش الوقت اللي احنا هنقعد نشوف مشاكلنا الفنيه. احنا في البطوله، احنا في قلب الاكشن دلوقتي، مش الوقت اللي هنقعد نشوف كان ده المفروض يروح مكان ده. احنا واقفين ورا يعني ورا المنتخب، وان شاء الله ربنا يوفقهم كده يعني. وحتى لو طلعوا هنفضل مبسوطين بيهم. صح. بس هم النهارده بصراحه بغض النظر عن الظروف اللي مرينا بيها والطرد، بصراحه رجاله ان هم ضغطوا طبعا ماتش كويس. وفكره اللي حمدي ينزل ليفرو دي، حمدي فتحي ينزل ليفرو دي حلوه جامده طبعا، فكره جامده جدا جامده. هم كده المنتخب يعني جنوب افريقيا بيلعب على الباكين داونز، صح، وبيفتح بيهم الملعب فتحه جامده العرض. فكده لعيبه بصراحه حريف الكوره بالظبط، وبيشوطوا واحد على واحد صعب. نقطه هو واحد على واحد بيكسبوا يعني مع اي حد بيكسبوا لازم تدخل عليك سواء ليك او عليك. ونقطه اللي هم بيشوطوا دايما من بعيد، النقطه دي ما صعبه برضه، في فرق بتلعب عليها يعني، مش دي حقيقة بطولات بيها. هو بصراحه انت بتواجه منتخب عنده افكار انت ممكن ما تكونش قابلتها اخر 3 4 سنين. دي حقيقه. فبالنسبه لك منتخب جديد، صح، بشكله ده منتخب جديد. اي نعم ما عندهمش السوبر ستارز لا ما عندهمش زي صلاح، لا ما عندهمش، بس هم كلهم مع بعض. بس ده برضه ما كانش مقياس للمنتخبات. لا يعني. بس هم متكاملين مع بعضهم، هم متكاملين الى حد ما. فانت اللي انت قدرت توقف القوه بتاعتهم، قوه فحاجه كويسه، دي حاجه كويسه. وطبعا الماتش لو احنا شفنا اللي كان في الدفاع عندنا في فجوه ما بين النهارده، لا شويه النهارده تخطينا. حمدي قافل الفجوه دي، حمدي قافل ما شاء الله. معانا عطيه طبعا كده في نص الملعب لوحده يعني جميل. هو يعني المنتخب بشكل عام كويس والله صراحه، يعني مبروك للشعب المصري. صلاح وما عموش سترايكر برضه حلوه جدا، اللي هو زيزو لازم يلعب مع صلاح. دي احنا النهارده اهم حاجه نفرح بالصعود والتاهل. في ماتش لسه، بس كده يعني في اولويات، يعني في ماتش لسه تاني. انت لسه بتقول لي ان الماتش ده مهم جدا. ما هو مهم عشان اصعد اول، عشان ما لو صعدت تاني هقابل مين؟ لو صعدت اول هقابل فرقه من اللي طالعه احسن توالي. تبعد عن الناس دول خالص، ابعد عنهم كده هقابلهم. انا في بطوله ما بيوصلش فيها غير الاقوى. صح، يعني هي اللي يستحق اللي يوصل بيوصل، فلازم تعدي بناس كتير. بالظبط. والحكم كان كويس يعني، مع الطرد الحكم كان كويس. ما كانش فيها اي مشاكل في الماتش، يعني اللي هي مشاكل الجماهيريه اللي احنا نطلع ننتقدها. لا دي حقيقه كان صح. انا ربنا يوفقهم يعني. يا رب.